سلام، فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غدوزو معايا نهار ديالي كامل. كيفاش دوزت نهاري ستاج، اشنو درت اليوم، كلشي من الزيرو حتى الاخر ديال النهار. وغنبدا نهاري بستاج. مشيت للستاج مع 7:30، كنت في ستاج حيت نمشيو بكري. اليوم ما عنديش بزاف شي حاجه في ستاج، غادي نمشي غير ناخذ ورقات ديالي حيت ساليت ستاج، غناخذهم من الاداره وغادي نمشي لبلاصه اخرى باش يسنيو لي فيهم وصافي. هادو لي ستوك ديال الفوسفات، هذاك هو الفوسفات. وفي هاد البلاصه هنا فين تيتعالج الفوسفات باش يولي زعما يدخل للسوق. فوالا كيف قلت لكم هنا اللي تكون تريتمون ديال الفوسفات. تيجي خام، كيفاش كيتعالج، كيفاش كيتصل، كيفاش حتى لاخر ايطاب كيفاش يدخل للسوق. وصافي هنايا خديت الورق ديالي وغادي خارجه للطريق. واخا كاينه مسافه طويله بزاف، شوفوا على منظر حزبين، كاينه مسافه طويله بزاف باش نخرج للطريق ونشد طاكسي باش نطلع للمدينه فين غادي نحط الورق ديالي باش يتسناو لي تما. ايوا هنا صافي ضربت الطريق كامله وتنصور لكم لي ستوك ديال الفوسفات في طريقي. صافي ملي خرجت للطريق ركبت مع مول الطاكسي، شحال فيه يدير الضحك والتعاويد ما يمكنش، قتلني بالضحك. داز الصراحه هاد الطريق يمكن شي ساعه الا ربع هكاك دازت كامله ضحك صراحه. المهم فوجت معاه الصراحه، الله يرحم لي الوالدين من هذا المنبر. اصلا هاد الطريق هذه ديال الخريبكه كامله خاسره شويه، ما عارفين هاد الاصلاحات تيديروا العدد ديال الفوسفات تكون طريق كامله. وهذا هو الحل الاداري اللي جيت حطيت فيه الوراق، عرفت الحي كامل واعر وكامل خضوره وطبيعه وريبات واعرين صراحه. والصراحه واخا هنايا البلاصه ولا السيده اللي مشيت عندها لقيتها خارجه كونجي، ولكن تعاملوا معايا الناس وتعاونوا معايا الصراحه، تعاملوا معايا مزيان وتعامل طيب جدا. وفي الطريق لقيت هاد الكافي هادي اللي جات فوق القنطره، واعره زوينه والديكور ديالها كامل بالخشب، سميتها الاهرام، زوينه. وهاد الجدار هذا كامل غادي بهاد الرسومات صراحه عجبوني وقلت ضروري خصني نصورها. وضروري مع الطريق والصاد ضروري من المبردات ناخذ. ايوا ساليت هنايا الاشغال ديالي ورجعت للدار، صيبت هاد الشلاضه بمطيشه بالزربه تغديت بها حيت تابعني نهار عامر وعندي بزاف ما يدار. كليت هاد الشليضه هادي المهم الغنيه عن التعريف، ونط باش نبدا الصابون، كان عندي بزاف ديال الصابون. ايوا صافي ملي شفت هاد التصبين كامل جاتني السخفه وفشلت، ما بقاش عندي الطاقه. بوزة 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 آيس كريم 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 شوكولا شوكولا آيس كريم على شوكولا آيس كريم آيس كريم آيس كريم آيس كريم فراولة فراولة آيس كريم على فراولة آيس كريم. ايوا نشط راسي بهاد الايس كريم ونط بديت هنايا التصبين.
المهم ساليت الصبي اللي عندي ونضت هنا تنخيط في هاد البيسه ديالي. مهم الا بغيتوها خليولي في الكومونتيرات، انا غادي ندير نحطها لكم كامله. المهم هاد البيسه شحال وانا مفصلها، ودابا عاد كتاب نخيطها حيت يكون عندي النهار عامر بزاف ما تيبقاليش الوقت فاش نخيط. واخا كان عندي بزاف ما يدا قلت والو ما نكملها اليوم واخا ما ساليش تصبين بكري. وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ديروا اشتراك وجيم الفيديو وشاركوا مع الناس اللي كتبغيو. ايوا صافي غساليت الخياطه ديالي وضربتها بواحد النعسه ما فقت حتى فات العصر. عاد نط توضيت صليت وغادي نبدا دابا نوجد فواحد الوصفه ديال الكريب. الصراحه وصفه زوينه وسهله واقتصاديه، تيجي الكريب خفاف وزوينين وما تيجيوش معجنين وثقال هكاك. المهم تيجيو ما تشبعيش منه. وفي هذه الوصفه تندير 2 كيسان كبار ديال الدقيق، جوج ساشيات ديال الفاني وشويه ديال قشره الحامض حكيتها ودرتها حتى هي، جات شي معلقه كبيره هكاك، تتخلي حتى هي واحد النسمه زوينه. تيبقى اختياري. وتنزيدو واحد القبيصه ديال الملحه باش نوازنوا الذوق، و2 معالق كبار ديال السنيده. انا ما تنكثرش بزاف السنيده، بغيتو تزيدو تقدروا تزيدوا على حساب الحلاوه اللي تتبغيو. المهم تنخلطوا النواشف بوحدهم باش ينسجم لينا داكشي وما يبقاوش لنا حبيبات في الخليط. عاد كنزيدوا عليهم داكشي السائل، وملي كينسجم لينا الخليط ديالنا كنزيدوا 2 بيضات بحراره المطبخ، ومن بعد كنزيدوا كاس ديال الحليب. هذا كاس كبير كبر من ديال العنبه حيت انا باغا تكون عندي الكونتيتي كثيره. ونفس الكاس زدتو عامر ديال الماء. وعاد كنخلط الخليط ديالي مزيان سواء بالضراب اليدوي ولا الكهربائي، ومن الاحسن يكون كهربائي باش يتخلط لينا الخليط ديالنا مزيان. ولا جاتكم العجينه ثقيله تتخفوها بشويه ديال الماء ولا الحليب اللي كاين متوفر عندكم، حيت العجينه ديال الكريب تيكون الخليط ديالها جاري شويه ماشي بحال ديال البغرير. نخلطو مزيان ونتاكدوا انه ما كاينش حبيبات ديال الدقيق
وملي كنحصلوا على القوام اللي بغينا كنزيدو معلقه ديال الزيت، معلقه كبيره، وجوج معالق كبار ديال الزبده ذوبناها وزدناها حتى هي عليهم، ونخلطوا الخليط وصافي. ها هو الخليط ديالنا جاهز، غندوزو باش نطيبوه. وفي مقله ما تتلصقش، ماشي بالضروره تكون ديال البغرير، اي مقله عندك ما تتلصقش، غنبداو نطيبوا فيها الكريب ديالنا. وخاص كما قلت لكم القوام يكون جاري، ماشي عاقد. نبداو بسم الله في الخبيزه الاولى، ونحاولوا ندوروها على المقله كامله ديالنا باش ما تجيش غليظه وتجي رقيقه وخفيفه. وصافي غير كتبدا تنفخ ليا، تنحسب دوك الفقاعات يخرجوا، تنقلبها باش ما نخليهاش تحمر بزاف. ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش تفعلوا زر الجرس وديروا اشتراك في القناه وتخليوا لي جيم وتعليق زوين. وإلا جربتوا هاد الوصفه ديال الكريب غتولي معتمده عندكم. وغندير معكم واحده اخرى، وخاص تكون اليد خفيفه. ان فوا تحطي ديك المغرفه ديال الخليط دوريها بالزربه باش ما تلصقش لك العجينه في المقله وتدور لك بسهوله. وإلا ما كانش عندكم الصلصه ديال الشوكولا، انا درتها غير في الدار، ما كانش متوفر عندي. ذوبت هذوك الحبيبات ديال الشوكولات في كاس ديال الحليب، وضفت عليهم هاد الساشي ديال الكاكاو مر، وخليتهم فوق البوطه حتى انسجموا مزيان وعقد الخليط، وهو اللي زينت به الكريب ديالي. وشوفوا معايا كيف كيجي الكريب، تيجيو خفافين وبنان. وشوف يدي تتبان منهم فريمون تيجيو خفاف، ما تيجيو لا مدقسين لا غلاض لا والو. وتقدروا تشكلوهم كيف ما بغيتوا. انا هنا درتها عباره على مثلثات، تقدري نتيا ديري الشكل اللي بغيتي وتعمريهم. تقدري تعمريهم بالبنان ولا بشي حاجه، انا داكشي اللي كان متوفر عندي في الدار هو اللي درت. صافي جايز، هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالي. كيف كيجي جابنين بزاف صراحه، وجاو خفاف بحال ديال المطاعم. المهم الا بغيتو نصيحتي جربوا هاد الوصفه وما غاديش تندموا، غتوليو مدمنين عليها. ما تنساوش تجربوا الوصفه وتقولوا لي في التعليقات كيفاش جاتكم، وبالصحه والراحه. ومن بعد هذا النهار الطويل والمتعب ضربتها بواحد التخميمه، رخيتها ديماتي، ووجدت كويس ديال القهوه والجو اللي تنبغي، وجلست باش نراجع. اللهم إنا نعوذ بك من القنوط واليأس، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك.